السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعينا الكرام. سمحوا لي بزاف تعطلت عليكم، شحال هادي ما زعلت لكم شي فيديو. بالنسبة للفيديو اليوم غنخدمو جيب باسبال. بالنسبة لهاد الجيب هدا راه اسهل طريقة، هي اسهل طريقة باش تخدم جيب باسبال. تبعوا معنا الشرح حتى الاخر وما تنساوش يجيبوا كومونتير واشتراك في القناة باش يوصلكم كل جديد. ودابا نبداو الشرح على بركة الله. بالنسبة للطراساج ديالنا كنطراسيو 12 سنتيم على هاد الشكل هذا، من بعد كنطراسيو سنتيم ونص كنعملو موساطيل ديالنا كما كتشوف. بالنسبة لهاد الجيب باسبال هذا الاغلبية كيكون هي ديكور، كيجي في السروال، كيجي في كابا، كيجي في بزاف د الحوايج. كندورو الخياطة ديالنا على هاد المستطيل. من بعد كنكريونيو الجيب ديالنا كما كتشوفوا. بالنسبة للكراناج د الرياس كنحاولو نوصلو الكرانة حتى للخياطة باش ما كتجيناش بلية في الجيب ديالنا. على هاد الشكل هذا كنحالوو الجيب ديالنا. من بعد ما كنحالوو الجيب ديالنا على هاد الشكل هذا كنعملو له واحد التهريسة هنايا كما كتشوفوا. واحد التهريسة هنايا كتجينا على الحاشية ديال الجيب ديالنا من الفوق على هاد الشكل. كنحالوو الجيب ديالنا كنعملو له النحشة. بالنسبة لهاد الطريقة هادي الإخوان هي أسهل طريقة، طريقة ساهلة وبسيطة. الجيب ديالنا كيجينا مفيني كما كتشوفوا. من بعد ما كندوزو له النحشة كنطويو الجيب ديالنا على هاد الشكل، كندوزو له واحد الخياطة عملية. كنمشيو للجهة الثانية نفس العملية. من بعد كنديرو له واحد النحشة هنايا باش كيبقى لنا الجيب ديالنا مشدود مكيتفسحش. النتيجة النهائية ديالنا هي هادي كما كتشوفوا. الجيب ديالنا كيجينا مفيني وبطريقة ساهلة وبسيطة، اللي ما بغاش يتعلم وصل. وهذا هو جهدنا عليكم، وما تنسونيش يجيبوا كومونتير واشتراك في القناة باش يوصلكم كل جديد. وبالتوفيق للجميع ان شاء الله. سمحوا لي بزاف على التعطيلات، عطلت عليكم هاد المرة، واخا التفاعل ديالكم شوية قليل بالحق ماشي مشكل. الله يسر الامور الجميع، هادشي اللي كاين.